أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطوات بناء البراند الشخصي. النهاردة هنركز على بناء الوجود الرقمي، وهي خطوة أساسية جدا في العصر الرقمي اللي بنعيشه. الوجود الرقمي هو اللي بيساعدك توصل لجمهور أكبر وتعرض هويتك الشخصية بشكل مبتكر وجذاب. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. ليه لازم يكون عندك حضور رقمي؟ الحضور الرقمي بيتيح ليك فرصة للتواصل مع جمهور واسع ومتنوع، وكمان بيعزز من فرصتك المهنية والشخصية. الحضور الرقمي بيساعدك تكون مركي وتشارك أفكارك ومواهبك مع العالم كله. اختار صورة بروفايل وغلاف تعبر عنك بشكل احترافي وجذاب. خلي الصور تعكس شخصيتك ومجالك. اكتب بايو مختصر وواضح يعكس اهتماماتك وشخصيتك. خلي الناس يفهموا انت مين من مجرد قراءة البايو. استخدم صور وفيديوهات عالية في الجودة تعبر عنك وعن شغفك. خلي المحتوى متنوع ومثير للاهتمام. اكتب مقالات ومنشورات تعبر عن أفكارك وآرائك. شارك تجاربك وخبراتك مع جمهورك. خلي دايما في اكتف بينك وبين جمهورك. رد على التعليقات واسألهم عن رأيهم في محتواك. حدد أهدافك من الحضور الرقمي. عايز توصل لإيه من وجودك الرقمي؟ هل عايز تزود متابعينك ولا عايز تبني مجتمع حوالين مجال معين؟ خطط للمحتوى اللي هتنشره. اعمل جدول زمن تنشر فيه محتوى بشكل منتظم. استخدم الأدوات الرقمية المتاحة لتحسين محتواك. في أدوات كتير جدا ممكن تساعدك على تصميم صور وفيديوهات بشكل احترافي. ما تخافش تجرب أفكار جديدة في المحتوى. الابتكار هو اللي بيخلي محتواك مميز ويشد انتباه الناس. وفي نهاية حلقتنا النهاردة، شكرا لانضمامكم لينا في حلقة النهاردة من بودكاست بناء الوجود الرقمي. نتمنى تكونوا استفدتوا من النصايح والإرشادات اللي قدمناها. الحضور الرقمي هو اللي بيساعدك توصل لجمهور أكبر وتعرض هويتك بشكل جذاب. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تشاركوها مع أصحابكم وزمايلكم. سلام.